السؤال اللي بيخلي أغلب الناس توقف عنده هو أنت ليش عايش في هاي الدنيا؟ وليش أنت بدك توصل؟ وراح تلاقي الإجابات كلها تتحدث عن أهدافك بالحياة. اللي بده يعمل شغل كبير، واللي بده يعمل بزنس، واللي بده يعمل جسم رياضي و ويبقى السؤال دائما ليش؟ وبنتقل فيك من ليش إلى ليش إلى ليش إلى ليش لحد ما يجي واحد ممكن انه بفلسفته بالحياة يبطحك ويقول لك عفوا ايش الفايدة من هذا كله اذا كان نهايتك الموت، واذا انت بالاخر راح تموت. ايش الفايدة من انك توصل لكل هذا اللي انت بدك توصل له من نجاح ومن حبك لهاي الامور، وبالاخر انت راح يجي الموت ويقضي عليك. لو احنا جبنا اثنين في هاي الحياة عمرهم 70 سنة والاثنين على السرير وكل واحد فيهم بيموت، وانا ما بقول انه اللي عمره 70 سنة حيموت، بس انا بعطي مثال. واحد عاش حياة جدا كريمة وغني جدا، وواحد عاش حياة جدا تعيسة، وقاعدين بيطلعوا الروح. بالنسبة لك كإنسان مطلع عليهم لا يعني لك أي شيء النجاح اللي هو سواه، لأنه بالأخير إجا الموت وخطفكم أنتوا الاثنين. فسواء كنت نجحت أو ما نجحت، في إشي نهاك في هاي الحياة وقضى عليك. فإيش قيمة النجاح اللي أنت تعبت عشانه؟ اوكي، انا ما بتكلم عن انه خير راح لغيرك، مش هذه هي فلسفتي الان بهذا الفيديو، ولا هذا هو الاشي اللي انا بدي اوصله بهذا الفيديو. بس شو القيمة من مقومات الحياة اللي انت استخدمتها اذا كان الموت هو النهاية؟ لو احنا بدنا نتحدث عن مقومات الحياة اللي احنا بنسعى وراها، زي المال، السلطة، الشهرة، الصحة، هنا بتصير المفارقة في حياة الانسان. في شغلتين بدك تفهمهم. الاولى، في اشي اسمه مقومات الحياة. الثاني، في اشي اسمه هدف. لما يكون هدفك مقومات الحياة انت بتكون ضايع، بس لما تستخدم مقومات الحياة عشان هدفك انت هون بتبلش تفهم، وفرق كتير بينهم، وهذا انا بدي اتحدث عنه. المال والصحة والسلطة والانبساط مطلوب عشان الحياة تستمر. فإذا أنت كنت واحد من الناس بيستخدم مقومات الحياة صح عشان يوصل لهدف أسمى، راح يكون ناجح جدا في حياته. فأنت لازم يكون معك مصاري عشان الحياة تستمر، ولازم يكون صحتك منيحة عشان تقدر تمشي وتكمل بال70 سنة اللي بدك تعيشهم. لو اعتبرنا أنه عمر الإنسان الافتراضي هو 70 سنة ما راح يتجاوزه متوسط عمر الإنسان. ولازم يكون عندك كتير مقومات عشان الحياة تعدي. فاستخدامك لمقومات الحياة عشان الحياة تعدي وتمشي هو الشيء الصح. لكن انك تعيش حياتك كلها همك الاكبر انك توصل لمقومات الحياة، فانت ضيعت الطريق. ضيعت الطريق الاساسي. مش هذا هو الهدف. انا واحد من الناس مؤمن جدا انه مقومات الحياة ضرورية ولازم تكون موجودة عندنا، وهو جزء من الحياة لا يتجزأ منها. لازم يكون معي فلوس، ولازم تكون صحتي منيحة، ولازم اطلع اسهر كل فترة عشان الحياة تمشي. المشكلة في الناس اللي بتكرهك في الدنيا. مش يفهم انه في فرق كتير كبير بين تمسكي بالدنيا وتمسكي بالحياة. شغله كتير مختلفة عن بعض. أنا لازم أتمسك بالحياة. ليش؟ لأنه الهدف الأسمى لحياة أي إنسان بفهم وبيعرف ليش هو موجود في هاي الدنيا هو تعطشك للمعرفة. أنا بدي أعرف أكتر، وأنا حريص إني أعرف أكتر، وحريص إني أتعلم أكتر. لكن هاي المعرفة إلها ظروف بيئية مناسبة ما بتصير إذا انتزعت مني. لما أنا أكون فقير ومعيش مصاري وصحتي تعبانة ما راح أسعى للهدف تبعي، لأنه حيكون همي الأكبر أأمن هدول. لأنه هدول المفروض يكونوا جايين مع الوقت، مع تعبي بالحياة، عشان أنا أنميهم وأكبرهم. يعني الصحة اختيارية. ما تقول لي الصحة هذا شيء بيجي من الزمن. في ناس بتمرض وربنا بيبتليها على عيني وراسي، لكن مش هي هاي القاعدة. القاعدة إنه أنت جسمك منيح وصحتك منيحة وحريص إنك تحافظ عليها، فهو موضوع اختياري. بس ليش لو إجا واحد أهبل وقال لك ما هو الموت حينهيك؟ لا يا حبيبي، مش موضوع هيك. الموضوع إنه أنا لازم تكون صحتي منيحة عشان أعرف أكتر. لازم أشتغل على حالي عشان أعرف أكتر، ولازم تكون عندي مقومات الحياة عشان هدفي بالحياة أسعى له بطريقة أفضل. شغلتين: مقومات الحياة وأهدافك. هدفك مش مقومات الحياة. اصحى من هاي الشغلة، اطلع من هذا الهبل اللي انت فيه. اذا كان همك الاكبر هو انك تعمل هذا البزنس الكبير و الى اخره، ما راح تصدم، راح تنصدم بالنتائج، لانه الهدف ما زال سخيف، ما زال الهدف مادي، ما زال الهدف جزء من مقومات الحياة. حتى لو انك سعيت للشهرة، وحتى لو انك سعيت للمصاري اللي كتير والسيارات، ما زلت انت تطلب شيء جزء من الحياة، وهذا الشيء سخيف بحد ذاته، ما له قيمة، والحياة منتهية ورايحة. لازم يكون في هدف جدا عالي، وعندك مقومات الحياة بطريقة تريحك انك تضلك تطلع عليه. والهدف الاسمى هو المعرفة، وما في معرفة حتغير حياتك زي لما تبلش تدور على ربنا وتبلش تحاول تعرف ربنا. هون بتصير المفارقة في حياتك، وهون كل اشي بتغير.
هون يصبح للحياة عن جد معنى. فهمت مقومات الحياة واستخدمتها صح، لأنه مقومات الحياة سلاح ذو حدين. لما يكون عندك الصحة أنت ممكن تستخدمها بالخير والشر، فهون تدخلت الحرية. لما يكون عندك المال ممكن تستخدمه في الخير والشر، وهون تدخلت الحرية. ولما يكون عندك الشهوة، واللي هي عفوا مش لما يكون الشهوة موجودة، لكن هاي الشهوة أنت ممكن تستخدمها في الخير، ممكن تستخدمها بالشر، ممكن تستخدمها بالحلال، ممكن تستخدمها بالحرام، فهون برضو الحرية تدخلت. الحرية دائما موجودة في حياتك في اختيار الأشياء. لاحظ إنه كل شيء في نهاية المطاف يعود لحرية اختيارك. فكوني من موضوع ميسر ومعسر، تيسير ومش تيسير، انا ما بدي اتحدث عن القضاء والقدر، انا خلينا الان نتحدث عن شيء عملي ملموس في هاي الدنيا. حتكتشف دائما انك تمتلك كامل الحرية في اختيار الامور. ليش؟ لانه عبادة ربنا يا جماعة الخير قسما بالله هي اساسها الحرية، وملهاش دخل باي اشي بالغصب. لما انت تستخدم مقومات الحياة لهدف اسمى يصبح للحياة معنى. لو انت حسبت حالك انك واصل اعلى درجات المعرفة، وجبنا مقياس لكل شيء، التسامح حطيناه على مقياس، اعتبرنا التسامح من 1 ل1000، حتكتشف ان انت عندك بس 2 من 1000، ولسه تفتقد الى كثير من الامور. في ناس وصلت 200، ناس وصلت 300، ناس وصلت 500. زي اللي مات ابنه من فترة وسامح القاتل وجابوه على برنامج اجنبي وحضن القاتل. ايش التسامح اللي انت واصل له؟ بالمعرفة. عنده وصل بالمعرفة، قدر يعرف يوصل لهاي الدرجة من التسامح، فالحياة أصبح إلها معنى، وبطل عنده حب الانتقام، وصار ينظر لإشي أكبر بكتير. فلو حطينا أمور الحياة على مقياس، تكتشف إنك ضعيف جدا جدا فيها، ومحتاج إلى مزيد من التعطش للمعرفة عشان تقدر توصل لأعلى درجاتها. وهذا الاشي ما بصير الا لما تبلش تدور على ربنا. لما تبلش تدور على ربنا وتفهم السبب الاسمى لهاي الحياة، راح ترتقي في كل شيء في حياتك، ويصبح حياتك النفسية راح تستقر جدا، حيتغير منظورك للحياة، حتبطل تهتم في شغلات سخيفة كتير كانت لاحسة مخك، حيصبح الهدف له قيمة وله معنى. بينما كان هدفك زمان جزء من مقومات الحياة اللي هي أصلا لازم تحصل عليها خلال مسيرتك. وهذا كلياته رح يعكس على شخصيتك في التعامل مع نفسك أولا ومع الناس ثانيا، وحيخليك ترتقي جدا في التعامل مع مشاكلك وتحلها بكل هدوء، وتصبح لهاي الحياة معنى، ويبطل همك الأكبر قديش تاخد منها وقديش تحصل فيها. يصبح النظرة لشيء أبعد بكثير، وتصير أنت عايش فيها بس عشان تتعطش لمزيد من المعرفة، وإذا في إشي فيها حينتهي وفقط هذا الجسد. أما الروح والنفس مستحيل تنتهي، هذا الشيء لا منتهي إلى أبعد الحدود. هذا عاد موضوع مختلف تماما، لكن صدقني إذا فهمت هاي الشغلة راح تتغير كثير شغلات بحياتك وتصبح إنسان أفضل. تذكر دائما، أنا حنهي الفيديو بعرف إنه طول، إنه أنت بتعيش لحظة كونية في هذا الكون. لما تيجي تمسك حياتك 70 سنة في عمر الكون اللي عمره مليارات، أنت بتعيش لحظة كونية. فإيش قيمة هاي اللحظة الكونية إذا أنت ما عملت فيها إشي له قيمة؟ واضح تماما انه احنا وجودنا لسبب، وواضح تماما انه كونك اجيت على هاي الدنيا هي اعظم فرصة ذهبية بالحياة. اذا في فرصة ذهبية بهاي الحياة فعلا هو وجودك فيها. كونك انوجدت، اذا انت اعطيت الفرصة لإشي اسمى، فهون عاد لك حرية الاختيار. حتفكر صح وتنقذ حالك وتكون حريص على انقاذ نفسك، ولا يكون همك شيء جزء سخيف تافه من هاي الحياة اللي هي تعتبر عيشتك فيها لحظة كونية. لا ما بتسوى أي شيء بهذا الكون، ضلك تركض وراء العمر كلياته وتضيع حالك وتضيع نفسك. أنت صاحب الاختيار في توجهاتك. فكر منيح واختار صح. ومتى ما اخترت صح، ومتى ما فهمت اللي قاعد بصير، عارفين شو الاشي اللي بيضحك عن جد؟ حتبطل تزعل على عمر انسرق منك، وحتبطل تزعل على شيء انخطف منك، وحتبطل تزعل على شيء كان نفسك فيه وما صار، وتكتشف انه هذا كلياته مش مهم. ركز على الهدف الأسمى، هذا هو المهم، لأنه هذا فرصة واحدة بالحياة، إذا راح ما برجع. فكل شيء انخطف منك، كل شيء انسرق منك، اتجاوزه وادعس عليه وركز على الاشي اللي جاي. لحظة كونية احنا بنعيشها، إياك 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 تضيعها تركض ورا الاشي الغلط.